تنفيذ من معز الحجلي، يرفع كوره اختيرت الزيد والهدف الاول. فلوريون دانو يمضي على اول الاهداف في 16 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، ويمضي على الهدف الثالث الشخصي ليه في البطوله بكوره بالمقاس من معز الحجلي، وفي الاقتناص فلوريون دانو يمضي على الهدف الاول لفريق الترجي. أولى الأهداف في شباك معز بن شريفية في المقابلة الشاهد في بشير بن سعيد. هذه الكرة، هذه الكيفية، وكرة مرفوعة بالمقاس مليمتري، ياخذها كما جات على الطاير من فلوريون، يحطها في الشباك ويعطي الأسبقية لفريق هذا اللاعب. أولى الأهداف كذلك والتمريرة السحرية لشريفية في المقابلة الشاهد وفي بشير بن سعيد. جبت الهدف الثاني، وهذه كرة تصويب في مرة أولى لكن ترجع لكن تبقى لفريق الترجي في مرة ثانية من جبالي، لكن تضرب هذه المرة في شباك مستقبل السليمان، تأتي بالركنية الثانية تنفيذ على التوالي لفريق الترجي. هذه كرة لمسة كوسيل أبو عالية، يرفع كرة مخداش بن حميدة، رفيعة يتقدم رفيعة، يقترب من منطقة الجزاء، متابعة في مرة ثانية من معز الحاج علي إلى العيفي، العيفي يرفع كرة إلى فلوريون، تحضير اختيار كرة تصويب والهدف الثاني. الهدف الثاني بكرة جميلة جدا من لاعب الجزائري ابن شبيبة القبيل كوسيل أبو عالية، بكرة قوية على يسار حرس المرمى المعز بن شريفية، يعطي الأسبقية 2 بلاش. ممتاز جدا بكرة لا تسد ولا لا ترد، كانت قوية في شباك مستقبل السليمان. في تقريبا وصلنا من هذا الشوط الأول 31 دقيقة. هذه كرة من نزال العيفي، وزع الكرة إلى فلوريون، يحضر التمرير إلى اللاعب كوسيل أبو عالية في الشباك على يسار بن شريفية، يعطي الأسبقية. وين موجود نزال العيفي؟ نزال مع سعود الى شهاب الجبالي داخل منطقه الجزاء، يسقط فلوريون دانو والحكم يقول ضربه جزاء. ضربه جزاء لفريق ترجي تاتي من اقدام اللاعب فلوريون دانو، يعمل المراوغه والتدخل من مدافع تنفيذ. هذه الركله حوار مع بن شريفيه، بن حميده تسديد والهدف الثالث. الهدف الثالث لفريق ترجي، اختار التنفيذ على مستوى الجهه اليمنى لمعز بن شريفيه، ويسجل الهدف الثالث لفريق الترجي من علامة الجزاء. ينجح بن حميدة في التسجيل مع دقيقة كوقت إضافي.